السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرب الدايرة يا جماعة في المنطقة، حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران. إحنا قلنا من الأول إن الهدنة دي هدنة هشة مش هتستمر، وإن الحرب هترجع تاني للأسف. وقايلين إن أفضل شيء، بنكرر كل شوية، إن أفضل شيء لمصر وأفضل شيء لدول الخليج وأفضل شيء لكل الشرق الأوسط إن الحرب دي تقف. لازم الحرب دي تقف بأي تمن. لكن طبعا المستفيدين منها مش عاوزينها تقف، واللي لهم أجندات معينة عقائدية، زي نتنياهو والليكود، حزب الليكود والمتطرفين اللي معاه في الحكومة، اليمين المتطرف، مش عاوز الحرب تقف. يعني إيران، نتنياهو ضد أصلا إن المفاوضات دي تحصل. يعني هو متضايق إن هي حصلت. حتى في بعض المعلومات إن حصل مشادة في آخر مكالمة بينه وبين ترامب بخصوص الموضوع ده قبل إعلان الهدنة. فهو ما كانش عاوز هدنة. وقلنا برضو إن ترامب مستفيد مستفيد وهيتضر. يعني هو في فوائد حاجات هتحصل له فوائد، ماشي، في مصالح هتحصل له وفي اضرار هتحصل له هو وامريكا. اما بالنسبة لينا بقى والعالم كله هنشوف مرار اسود. ليه بقى؟ احنا قلنا ان منطقة الخليج العربي دي بتطلع يعني مثلا تلت الأسمدة الزراعية جاية من هناك، واليوريا والحاجات دي. ولو كان هناك اختراع عظيم أوقف الحروب، تخيلوا هيبقى إيه؟ الأسمدة، أسمدة المحاصيل الزراعية. لأن الفدان اللي كان بيطلع مثلا طن رز، بعد اكتشاف الأسمدة واستخدامها بقى بيطلع 10 طن رز. هو الفدان، ماشي، بيزود انتاج المحاصيل. فما بقاش في مجاعات في العالم. يعني ما بقى في اكل كتير موجود بفضل الاسمده. طب انت جيت، طبعا فضل ربنا اللي وصل. بصوا يا جماعه، وما اوتيتم من العلم الا قليل. تمام. وكل شيء في الكون باراده الله، رضينا ام لم نرضى، عشان نكون فاهمين. ولا ترامب ولا مدمر